السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لكل زهري عامل نور الروحاني الرباني الحقيقي. والله ثم والله ثم والله ما صدفة يوصلك أو يوصلك الرسالة دي. هي رسالة من الله عز وجل على يد العبدة الفقيرة إلى الله. هي الرسالة جميلة جدا، يعني أبشروا أبشروا بدعوة مستجابة. فهنلاحظ الوقت ده إن حركة كتيرة جدا 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 لأطفالنا لأولادنا. نحاول على قد ما نقدر يا روحاني يا رباني يا مرشد يا عامل النور يا زهري يا اللي دعوتك مستجابة، أبشر. لساننا ما يدعاش على أولادنا، يعني ندعي لهم بالهداية. استمع معايا الرسائل اللي وصلاني، أو استمعي أختي الغالية العائلة الروحية بعد الصلاة على حضرة رسول الله ونكمل الفيديو. والله هي رسالة مستعجلة، مفيش وقت نهائي عندي بفضل الله. اضطريت اني لازم اقوم من النوم ولازم اطلع بالرسالة دي لان فيها تحذير وفيها بشرى في نفس الوقت. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد، شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف الصور الجثمانية ومعادن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية، صاحب القبضة الأصلية والبهجة السنية والرتبة العليا، من اندرجت النبيون تحت لواءه فهم منه وإليه. وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت، وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. لا تنسوا يا أحبابي الدعاء لأبي رحمه الله، والكل غالي عندكم فقد. حياكم الله جميعا كل اللي موجودين، العائلة الروحية الموجودين من بدر في القناة والناس الجدد اللي داخلين، أهلا وسهلا بكل الموجود. لما بذكر هنا الروحاني الرباني الحقيقي والزهري وعامل النور، أذكر الروحانيات العمل الصالح اللي في قبرك أو قبرك. الناس الزهرية معروفة مين هو الزهري ومكتشف حاله، والناس اللي في عالم اكتشاف لحالهم انتظروا الفيديوهات اللي هتنزل لكم بإذن الرحمن. وحاليا في فيديوهات متواجدة كتيرة بتوصف من هم الزهريين ومن هم عمال النور. أتمنى نشوف حتى لو القليل منهم. الزهري اللي بيقعد او اللي يقولك روحانيات، امسك ورد معين وامسك صورة معينة بعدد معين والشيخ يوصل معايا وهو اللي يديني الورد ويديني المفتاح، فنستغفر ونستعيذ من شر الشيطان واعوانه. هنستغفر ونستعين من شر الشيطان واعوانه. الطاقة اللي وصلاني هنا ان في ناس فاهمة عالم الروحانيات ده غلط جدا، ودايما وبقول لكل فيديو معاكم صابرين والطاقات الإيجابية. لما بتكلم عن الزهرية ولما بتكلم عن عامل النور ولما بتكلم عن بذور النجوم وأي فئة من فئات النورانية، وهي المخلوقات اللي بيبقوا وارثين من الأجداد والأبوين الصالحين، بقول عالم الروحانيات أقرب للكفر من الإيمان. يعني من لا يهم الأمر لا يسعى فيه. في ناس بطبيعتها بتبقى محيطة بملائكة وملك حارس وملائكة نورانية طيبة، زي ما كل منزل بنقول فيه عمار بيت، في عمار بيت مسلمين، جميعنا مسلمين بفضل الله، فبيبقوا طيبين، بيبقوا حابين الخير، بيبقوا حابين عملك الصالح. أما الزهري عامل النور معهم ملائكة حارسة ليهم بتحميهم من عالم آخر، لأن هم العالم ده بيبقى قريب منهم جدا، لأنه بيتغذى من قوتهم، بيبقى قاعد جنب دمهم بياخد منهم القوة دي. فليها شرح كتير عشان ما طولش الفيديو وما ناخدش وقت كتير من بعضنا البعض الرسائل اللي طالعة بإذن الرحمن. فإحنا الناس كل اللي هيشوف الفيديو ده يبشر، هتحسوا باختلاف في الأولاد بده شاركوهم الفكر. جيبوا لو لكل حد من المتواجدين لنا حسب أعمارهم سيان، كيلو دقيق، أي حاجة يشاركوها ويقعدوا يطلعوا فيهم طاقتهم ويعملوها، لأن هم مكتشفين جواهم طاقات عالية جدا عن حولهم. يعني هم أطفال أي نعم، واخدين حسد رهيب في الفكر بتاعهم وفي تعليمهم وفي حاجات كتير، فطاقة الحسد واصلة
لدرجة حافظين قرآن بيحسوا بنسيان، خمول، قلة التزام للموضوع ده. في منهم في الدراسة، في منهم اتغير مسارهم من تعليم لتعليم تاني خالص، واختلاف في الرزق وده وده. فاحنا هنبشر، هنقول الحمد لله على اللي احنا وصلنا له، يمكن افضل بكتير من انكم كنتوا افتقدتوا طفل او ولد او بنت من اولادكم. فنحمد ربنا على كل حاجة ونرضى بقضائه ونعمه. طب ايه اللي مطلوب؟ كل حد هيشوف الفيديو ده هيطلع مبلغ لله ولوجه الله، و زي ما قلت لوجه الله، هيطلع من بيتك، هيطلع من ايدك لحد يستحق. ونحمد ربنا لان هيشيل عنكم حاجة كبيرة جدا في البيت. في ناس هنا تتصدق وبتعمل الخير وبتعمل لوجه الله وهي مستمرة، والموضوع ده جاي لها كبير جدا، تقولك بس لما يجي لي فرصة وانزل او التقي بحد. لا، حاولي، لان اصلا الملائكة اللي حواليكوا هي بتشدكوا، قوموا بدري، قوموا انزلوا، حتى روحوا سوق، قوموا جيبوا الطلبات اللي ناقصة، وعمالة تمدكوا بافكار. انت احساسك او انت احساسك صح، انزلوا وراضوا الناس اللي هتشوفوها. في ناس وقع منهم مبلغ مالي، لان الموضوع ده كان الرسالة دي بقالها يومين المفروض توصل لكم، فالحمد لله على كل شيء. فاحنا هنكسر من قول الحمد لله، هنكسر من قول الحمد لله اسف، وهنتصدق. المبلغ ده طالع بقى، هيطلع على تعب اطفال، هيطلع على مبلغ هيقع منكم. المهم ان قدر الله ما شاء فعل، يعني قدر اخف من قدر. يمكن حاجة كبيرة جدا كانت داخلة البيت، وفي الأجهزة باظت عنده، في حاجات كتير اكتشفها يا إما لسه هيكتشفها. فننتبه. اللي معاه أطفال بقى، اللي سنهم صغير أو سنهم كبير، راقبوهم. أنا بطلب من كل أب هنا يباشر الموضوع ده وهم نايمين، لعل وعسى حد منهم تلاقوا حرارته عليت مرة واحدة، فتلحقوهم بالليمون. عارفين طبعا زهرة الليمون الحامض، ما اعرفش بقى كل بلد اسمه ايه عنده. فهتدعكوا اجساد الرقبة والجسم وخافت حرارة، وما تقلقوش خالص، هيبقوا زي الفل باذن الله وبفضله. بس هم محتاجين مراعية شوية بسبب تغيير الجو واللي فيه يعني. ان حد كبير برضه يبشر، سوائل، حاجات دافية، نقعد كده الوقت ده زي ما بنصوم، زي ما بنستغفر، زي ما بنهتم بحالنا. اللي معانا في البيت بيبقى ليهم اساس، فيه هيقابل في طريقه حد تعبان ومش هيسيبه. فدي كلها اختبارات من المولى عز وجل في الايام المفترجة اللي احنا فيها دي. دعوة مستجابة لكل الموجود. لله الاسماء الحسنى فادعوا بها، ولله الاسماء الحسنى فادعوا بها. تاني، ولله الاسماء الحسنى فادعوا بها. كل هيدعي باسماء الله الحسنى، هتقرأوها وتروحوا قايلين يا وهاب اوهب لي كذا كذا كذا، وابشروا لان في دعوات مستجابه. قلنا فرط حركه كتير، اولاد بتسنن، ده هتكتشفوا الموضوع ده. فنخلي بالنا. الناس اللي بتسافر في طريق او رايحه محضره السفر، تعمل بس شنطه اسعافات كده جنبها، ليه؟ من الليمون، من الحاجات الطبيعيه دي لخفض الحراره. وابشروا مفيش اي حاجه، هو تغيير جو بس ومفيش اي حاجه. فالكل هيطمن، هيطلع مبلغ مالي بفضل الله. اللهم صل على حضرة النبي. هنكثر من الصلاة على حضرة رسول الله. هنقرأ بقى سورة النور وآية النور. هنكمل زي ما احنا موجودين الزلزلة، الشرح، كل ده اقرأوا الصور الجميلة اللي الواحد قايل عليها وبيقول عليها في كل فيديو بإذن الرحمن. في رسائل واصلة لي تاني بعوض بقى. في ناس هنا شايلة هم مال، شايلة هم أكل شرب الأولاد، ده فأبشروا هتفرج وهتلاقوا جايلكم مبلغ مالي. لأن كل اللي شايف الفيديو ده إن ما كانش وصل له مبلغ مالي اليوم، فهو جايله مبلغ مالي بفضل الله. اللي باظ منه جوال، اللي كل الحاجات دي يحمد ربنا، لأن شالت عين كبيرة جدا من البيت. هنجيب ورق الصدر، هنجيب المرمرية، ورق الصدر اعتذر، هنجيب المرمرية، هنبخر البيت. يعني أعوذ بالله من قول أنا بقى أطبخ وأقف على المطبخ وأبقى واقفة على البوتاجاز أعمل الأكلة، ما بنستغناش عن ورق اللوري. فبروح ماسكة واحدة
وعلى البوتاجاز بسم الله بسم الله بسم الله، وريحته اصلا بتبعد اي طاقه سلبيه في المكان. احط في كوبايه الميه زي ما قلت كتير وبقول في كل فيديو كام واحده ورق السدر وورق لوري، واقلب، ويا شافي يا الله يا معافي يا الله، لان انتوا زايدين جمال عن جمالكم ما شاء الله. لسانكم محلو جدا جدا مع الناس، يعني لو في مكان في مجمع مجرد ما بتتكلموا انتوا يا روحانيين يا زهريين يا اهل الدعوه، فبتلاقوا الناس التفتت لكم، بيبصوا لكم، واللي ماشي مع زوجته مش عايز يمشي واللي ماشيه مع زوجها مش عايزه تمشي، فقاعدين يستمعوا لكم. ففعلا انتم مصين لعيون جامده جدا. فعشان كده بقول اي حاجه تحصل نحمد ربنا. المهم ان انتوا هتبقوا بخير واولادكم وازواجكم بخير بفضل الله. طلعوا مبلغ كل يوم، لو بتنزلوا حاجه بسيطه اللي اقدر عليها لوجه الله كده، وربنا هيشيل عنكم كتير. عملتي اكله طبق صغير اللي تقدروا عليه لجاره ضعيفه الحال، ليه بواب، شوفوا بقى انتوا حد مقرب منكم جنبيكوا، شوفوا هتعملوا ايه. حد بتشوفوه حارس، حد بتشوفوه بيقعد يبيع تحت العماره، حد انتوا احساسكم بتقول لكم الناس الغلبانه دي عايشه ازاي في الزمن ده. فانتوا طلعوا الحاجه دي وبلغوا اولادكم كده الصغيرين الكبار، لما ينزلوا المبلغ اللي يقدروا عليه حتى لو حاجه بسيطه هيلاقوا حد بسيط يديهولهم، حد بسيط خالص. لا اما لو اولادكم جم قالوا لكم احنا حاجه بسيطه وقعت مننا، فعادي ده فدى الاولاد، فدى حاجات كتير قوي. هنخفف الاضاءه على قد ما نقدر، هنكسر او هتكسروا من الصلاه لحضره رسول الله. انتوا طاقتكم جذابه جدا، فحاولوا تتاملوا للمولى عز وجل، تتاملوا في خلقه واحمدوه، واكثروا بقى من قول لا اله الا الله، الصلاه الابراهيميه. وما فيش اجمل من الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك. اشحنوا الطاقه، اشحنوا الطاقه بالحاجات الجميله دي. وماء ورد في بخاخ، اعوذ بالله من قول انا عامله كده، ماء الورد، احط ميه، احط ندعه خل بسيطه، واروح حاطه اي نوع معطر ريحته جميله، وابخ المكان طول ما انا قاعده. هتحسوا بفرق كتير جدا وفرق كبير جدا. الناس اللي ما حصلتش على مال هتمسكوا مال باذن الله، والله مقضيه، والله مقضيه ان شاء الله. ما فيش مريض داخل هنا الا ما هيشفى. يومين بالكتير ان ما كانش اخر الفيديو هتحس بعرق كتير، هتحسي ان انتوا جعانين هزلانين. كلوا كلوا واشربوا، ونحمد الله دوما. حاجات دافيه نبعد عن السائع، ويعتبر دي رساله تحذيريه ومبشره في نفس الوقت. الناس اللي هنا واخده قرار للسفر فابشروا باذن الله هتتيسر الامور. والناس اللي ليها حد مسافر مش هتسمعوا عنهم الا كل خير. مفيش اي حاجه هتحصل، مفيش اي حاجه، وواثقه الحمد لله وبفضله وبنعمه بالكلام اللي بقوله كويس جدا. نظفوا المكان عندكم، ارجعوا الفيديوهات فاتت، وانتوا الفيديوهات دي هتقع قدام عينكم مش صدفه. اي حاجه زياده في البيت اتخلصوا منها، طلعوها لوجه الله وفي سبيل الله. اللي هتلاقوه محتاج منكم مساعده محدش يتاخر. هنستغفر، هنكمل صلاه على حضره رسول الله، فهنبشر ابشروا. وقلنا منهم الزهري، ومن هو عامل النور، من هو الروحاني الرباني الحقيقي اللي بذكره. هو الروحانيات هي عملك او عملك الصالح فابرك. محدش يمسك لي ورد معين ويقول لك اخد اذن من شيخ. فنتقي الله نتقي الله نتقي الله ونحمده ونستغفره. ربنا لا بيحب اللي بيزمدها قوي، ولا اللي اقول ايه، بس اللي باللغه العاميه كده اللي مبحبحينها قوي. فخير الامور الوسط. فما جيش مثلا اكون بقرا دعاء ودعاء كله كلام الله، الله يا غفور، الله يا رحيم، الله يا تواب، واجي اقول اصل ده محرم لان ده كذا وده كذا. فبلاش، يعني استفتوا قلبكم. والدي رحمه الله كان يقول لي استفتي قلبك. وبعدين انتوا بالعقل لما تلاقوا دعاء عظيم لله عز وجل، والدعاء كله الله يا وهاب، الله يا رحمن، الله يا كريم، الله يا عظيم. فاكيد الادعيه دي يعني مين هو الله؟ هو الله الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.
فهو الوهاب وهو الرزاق وهو مالك الملك وهو ذو الجلال، هو الإكرام والأكرم والمقرب لعباده. فخلينا بالفطرة، خلينا بالطبيعي في حياتنا الطبيعية. أمثلة كتيرة جدا ممكن نقولها وملهاش دعوة ولا بالعلم ولا بالعلام، والناس دي عند ربنا حاجة كبيرة قوي. وبيبقوا هم وارثينها، مين علمها لهم؟ أنا شفت حاجة ست كبيرة الله يعز قدرها يا رب ويديها عمر على عمرها ويجعلهم دايما نور ودايما بركة في الأرض، والكلام كان عام وبتقول على مين لا ده كذا، وبترد غيبة ناس موجودة، ودي لا متعلمة ولا عارفة أي حاجة إلا من عند الله. أنا أعوذ بالله من قول، أنا واحدة قلت لبنتي شفتوا مين علم دي بقى صلة الرحم اللي هي بتقوله ده؟ أهي بتقول كذا وبتقول كذا ومحدش يجيب سيرة كذا إلا بكل خير، وإذا كانوا توفوا بالرحمة. مين علم الناس دي؟ مين علمهم يعني إيه صلة رحم؟ مين علمهم يعني إيه ما يختبوش اللي حواليهم؟ مين اللي علمهم يعني إيه يحافظوا على العيلة وعلى سيرتها وعلى حتى لو العيلة دي كانت غبية معاهم وحشة معاهم مش موجودة أصلا في حياتهم، محافظين على الكلمة ليهم. الناس دي معاها شهادات؟ لأ. الناس دي اتعلمت؟ لأ، بس يعرفوا اللي احنا ما نعرفوش، وعلمهم من عند الله وأفضل مننا بكتير، ونورهم من عند الله. فابتسمت وقلت لبنتي شايفة، وبقيت حسيت ان فخر وفوقان في نفس الوقت. فنعرف ان كما تدين تدان، واللي بنطلعه باليمين موجود هنا وبيتكتب في اليمين وفي الشمال. كلنا معانا ملائكة حارسة، كلنا معانا ملائكة نورانية نفدي طريقنا ونفدي أيامنا ونفدي الوقت اللي احنا فيه ده بالصدقات وبالدعاء. فعلا الدعاء بغير الأقدار، ونصلي كتير على حضرة رسول الله بالصلاة الإبراهيمية لأبونا الخليل إبراهيم ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. صلوا عليه بالصيغة اللي تيجي على لسانكم، بالدعوة اللي تيجي على لسانكم، بتقولوا اللفظ صح بتقولوه غلط. الله المطلع، ربنا رب قلوب وعالم بالنوايا قبل اللسان. اللسان بيخطأ، اللسان القلم نفسه بيغلط. كنا نقولها كده بكل تلقائية واحنا بندرس. والناس اللي عندها علم زيادة الله يزيد علمكم ويزيد من التقوى اللي انتوا فيها، ويجعلكم دايما نور وتصحيح لمن حولكم. الناس دي ما بتبخلش على غيرها أبدا أبدا أبدا. وخدوا بقى مني هدية، كل واحد هيبقى موجود هنا يعرف عمره مثلا سيان 30 سنة، 31 سنة، 16، 10، 5، حسب العمر، 50، 40، حسب أعماركم. أسماء الله الحسنى 99. هتيجي عندي الاسم اللي فيه عمرك أو عمرك أخي الكريم، وهتمسكوا العظيم 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 العظيم، وتدعوا ليكوا وتدعوا لأهاليكوا، وأبشروا بفضل الله ونعمه استجابة الدعوات. نخلي بالنا من اللسان جامد جدا، اللي ما يقدرش يتحكم في لسانه يحط اسمه ايه حبهان، وحدة حبهان تحت لسانه، مش هقولك بقى حصى ولا طوبة ولا وحدة حبهان كده. او تجيب اللبان الذكر ده اللي هو بيبقى اكيد الكل عارفه، معرفش في كل حد هنا ببلده اسمه ايه، حطيها تحت لسانك مر وهيخلوكم صحصحين على طول، وهيمسك لسانكم من الكلام الكتير. لا تنسوني من الدعاء. وشكرا لكل حد بيدعم القناة هنا بميزة تشكرات، ميزة استيكرات بيدعمها ماليا. شكرا لكل اللي بيدعمها بالدعوة، وشكرا الناس اللي بتحط لايك، شكرا لكل اللي موجود على راسي من فوق، والناس اللي طالبة هنا. طبعا انا شلت في المنتدى رقم الجوال اللي كان فيه المحفظة، وده بناء على طلب العائلة الروحية اللي موجودة معانا هنا النورانية. دايما اقول لكم من عيني ولازم انفذ، لان هو ده الطاعة وهو ده الدين وهو ده النور والعلم الالهي. لكل ذو علم عليم. في ناس كتير داخلة هنا اعلى مني علم واعلى مني روحانيات كمان، فهنبشر بشفاء، هنبشر برزق جاي، حاجات حلوة كتير. استقبلوا الطاقات دي بالابتسامة، ابتعدوا عن الحزن. الناس اللي تحس انها بتقعد في مجمعات، المجمعات دي فيها رغي كتير، افصلوا حالكم، اعتزلوا شوية، انزلوا شوفوا الطبيعة، شوفوا الصور الجميلة.
ما تقعدوش تتفرجوا بقى على الطاروت ولا الكلام ده كله، ولا تقعدي تتفرجي على ابراج ولا لا. انتوا نفسكم هتلاقي من نفسكم زهدتوا الحاجه دي، حتى وانت متعوده عليها. لا انا ايه اللي اتفرج عليه؟ ده انا عندي رسائل احلى من كده بكتير. انا بسمع كلام الله، بسمع رساله جايالي، انا بستبشر بمقوله، بستبشر بحاجه بسيطه. انما اعرف ايه اللي جاي في الغيب، لا لا. مرشدك الروحاني بيقول لك رساله من ملكك الحارس، هتمسكي طاروت، هتمسكي فنجال، هتمسكي الحاجات دي. فنستغفر ونبتعد، خلي الطاقات الحلوه والملائكه النورانيه اللي جنبيكم اللي عايزه تمدكم بالدعم الالهي تقدر توصل لكم الحاجات دي، لان انتوا كده بتخنقوها. الحاجات دي والنورانيات ما بتحبش الا فعل الخير، عمل الخير، ذكر الله، الروائح الجميله، المساعده، شفاء من حولكم. كل الحاجات دي اللي هتمدكم بالنور الالهي، وهتحسوا يعني ايه نورانيات، ويعني ايه عالم الروح وعالم طيب، لان وصل لكم رسائل جميله جدا. فاستقبلوها بكل حب، وابشروا ابشروا بفضل الله، ولا تنسوني من الدعاء. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الوقت الفيديو كده الحمد لله يا رب.